في الفيديو النهارده هقولك على اشهر خرافات ممكن تسمعها لو انت داخل الجيم جديد. الخرافات دي لو انت اتجنبتها هتوفر عليك وقت وجهد كتار قوي وهتوصلك لهدفك في اسرع وقت. يلا بينا نعرف ايه هي الخرافات دي. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. في الفيديو النهارده هقول لك على اشهر خرافات ممكن تسمعها في الجيم لو انت داخل جديد. عايز تسميها خرافات، عايز تسميها جهل، عايز تسميها معلومات غلط، سميها زي ما انت عايز تسميها. ولحد وقتنا هذا الناس لسه بتتداول وبتقول الخرافات دي. احنا بقينا في 2021 ولسه الناس معتقده ومصدقه الكلام اللي هي بتقوله بدون رغي وبدون كلام كتير. اول خرافه وهي السبوت ريدكشن، او ان احنا نقدر نخسس منطقة معينة من الجسم ونحرق فيها الدهون عن باقي الجسم. الجسم بيتعامل مع الدهون يا اما بتزيد بنسبة معينة في الجسم كله يا اما بتقل بنسبة معينة في الجسم كله. وده هياخدنا لنقطة تانية، ان احنا لو عندنا مثلا مشاكل في البطن، ودي لسه سامعها امبارح، واحد داخل الجيم جديد بيشتكي ان هو عنده كرش وعنده دهون في البطن، فالكابتن بيقول له هنلعب 100 عدة بطن. لو لعبت 100 عدة بطن يوميا لمدة سنة مش هتخسس الدهون اللي في بطنك. تاني حاجة معايا وهي ما ينفعش تتمرن، عشان لو اتمرنت وطلع لك عضلات بعد ما هتبطل العضلات دي هتتحول لدهون. الكلام ده غلط، ما ينفعش اصلا العضلات تتحول لدهون او الدهون تتحول لعضلات. الدهون بتبقى خلايا دهنيه والعضلات بتبقى الياف عضليه. الدهون بتزيد عندك او بتخس بطريقه معينه وبآلية معينه، العضلات بتزيد عندك او بتقل بطريقه مختلفه خالص. دي غير شغل دي. فانت لو واحد دلوقتي تعرفه كان بيتمرن وجسمه حلو وبطل تمرين فجاه وبقى جسمه مش كويس، ده عشان اللايف ستايل بتاعه. المنظر اللي بقى عليه دلوقتي والشكل اللي بقى عليه دلوقتي ده نتيجه لاكله. ففي الاول والاخر ده عشان تغذيته. الاول كان بيعمل مجهود وكان بيحرق سعرات وكان بيعمل تمارين فكان بيبني كتله عضليه. لما بطل التمرين وبطل ياكل اكل صحي بقى منظره بالشكل ده. فاي حد هيقول لك كلمه ما تتمرنش عشان العضلات هتتحول لدهون، وريله الفيديو ده. ان العدات الكتيره بتنشف والعدات القليله بتضخم، ودي الخرافه الثالثه. السر كله في التغذيه. انت عداتك ملهاش اي دعوه بحجم جسمك، التغذيه هي رقم واحد. تغذيتك هي بتحدد اذا كنت هتعمل تنشيف او هتبلق. هتاخد اكتر من سعراتك كده وزنك هيزيد وهتبلق او هتضخم. هتاخد اقل من سعراتك كده وزنك هيقل او هتنشف. العدات مهمه جدا في التمرين بس مش هي اللي بتحدد شكل جسمك عامل ازاي. خرافه رقم 4 ان انت كل ما هتعرق في التمرين كل ما ده كده دليل ومؤشر ان انت بتلوس فات او ان انت كده بتخسر دهون بشكل اسرع وبشكل اكبر. الكلام ده كله غلط. العرق اللي بيفرزه جسمك ده وانت بتتمرن ده معناه ان جسمك درجه حرارته عليت، فهو بيطلع العرق ده عشان يقلل درجه حرارته. وده هياخدنا لنقطه تانية طبعا، وهي الناس اللي بتتمرن ولابسه حوالين وسطها كيس بلاستيك باعتقاد منهم ان الكيس البلاستيك ده هيسخن الوسط، هيسخن الكور عندهم فهيحمر ويسخن وهينتج عرق زياده، فكده هيلوز الفات اللي في وسطهم. الكلام ده طبعا غلط. وعشان النقطتين، اول نقطه اللي انا قلت لك في الاول ان مفيش سبوت ريدكشن الجسم بيعمله. تاني نقطه مش معنى انك عرقت ان انت كده بتلوز فات. الخرافه اللي بعد كده ودي مهمه قوي وركز فيها، ان المكملات زي الهرمونات بتجيب عقم. المكملات جايه من اسمها وانا شرحت المكملات في اكتر من فيديو. المكملات بتكمل لك اكلك. المكملات دي عباره عن اكل في صوره بسيطه، في صوره سريعه في الاستخدام. المكملات شغلها كله على التغذيه. المكملات ملهاش علاقه بدوره الهرمونات اللي في جسمك. المكملات اما بتاخدها بتكمل لك اكلك، بتكمل لك احتياجك اليومي للاكل. لما انت بتاخد مكمل بروتين انت كده بتسد احتياجات جسمك من البروتين. الشغل كله بيبقى في المعده، ملوش علاقه باي جهاز تاني. لما بتاخد مكمل بروتين، كرياتين، بتاخد مكمل طاقه، الشغل ده كله بيبقى في نظام التغذيه بتاعك والدايت بتاعك، ملوش اي علاقه بالهرمونات. فاحنا الهرمونات دي حاجه والمكملات دي حاجه تانية. المكملات بتتباع في اي حته، بتتباع في الصيدليات. ممكن تستخدم المكملات من اول 18 سنه. لو انت شخص طبيعي وما بتعانيش من اي امراض استخدم المكملات زي ما انت عايز، مفيش منها اي ضرر. الخرافه اللي بعد كده، الميه في وسط الاكل بتطلع كرش. الميه مهمه جدا جدا انك تشربها طول اليوم في اي وقت،
وانت بتاكل وانت بتتمرن وانت بتعمل اي حاجه لازم تشرب ميه. عايز اقول لك ان القاروره دي لو انت شربتها دي 20 لتر، لو انت شربتها لوحدك ودي طبعا مش هتقدر تشربها، مش هتزود لك جسمك كيلو دهون واحد، مش هتطلع لك كرش ومش هتاثر على كميه الدهون في جسمك. القاروره اللي انت شايفها دي كلها زيرو كالوري. الميه مفيده قوي لجسمك، مفيده جدا لاعضائك. مش هقدر اتكلم عن فوائدها عشان دي بتبقى محتاجه حلقه لوحدها، كنت اتكلمت قبل كده في حلقات عن فوائد الميه. فالميه مفيده جدا وسط الاكل عادي، ده بالعكس ممكن لو انت استخدمتها في توقيت صح توصلك لهدفك اسرع. مثلا لو انت واحد دلوقتي بتدور انك تخس، لو انت شربت الميه في وسط الاكل هتحسسك بالشبع، فمش هتاكل كميه اكل زياده. الخرافه اللي بعد كده تمرين الحديد بيأثر على الانوثه، والنقطه دي للبنات. عايز اقول لك لو انت قعدت تتمرني حوالي 10 سنين عمرك ما هتوصلي بجسمك لجسم واحد بطل بيقف على المسرح وبينافس. جسم البنت عامه بيبقى بيفرز كميه تستوستيرون قليله جدا، ودي المسؤوله عن بناء العضلات. فانت مهما هتتمرني عمرك ما هتوصلي للمناظر والاحجام اللي انت بتشوفيها الكبيره قوي دي. ده بالعكس لو انت نزلت اتمرنت حديد هتظبطي جسمك، هتعملي شيب كويس انثوي، مفيش مشاكل خالص انك تنزلي تتمرني حديد. كلمه ان انت توصلي لشكل الرجاله ده والكتله العضليه بتاعتهم عمرك ما هتوصلي لها بشكل طبيعي. واخر خرافه معايا وهي التمرين في سن صغير هيأثر على طولك وهيوقف نموك. الكلام ده خرافه وغلط وما تصدقوش. انا كنت عامل حلقه مخصوص بتكلم فيها عن الموضوع ده، هسيبها لك في اللينك هنا فوق، خش اتفرج عليها. ولا عمر تمرينك ولا عمر اي رياضه هتأثر في طولك، ولا هتزود طولك ولا هتأثر طولك. اللي بيتحكم في موضوع الطول ده هو الجينات فقط لا غير. كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش اللايك، تشترك في القناه لو مش مشترك، وشغل الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلك. اشوفك الحلقه الجايه. سلام. تنسوش اللايك واشتركوا في القناه. يلا بصي